السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات ان انا هعمل لكم فيديو عن الشريك من غير بيض خالص. في ناس معتمدة البيض في طريقة الشريك، بس انا بعمله من غير بيض، وبصوا النتيجة روعة جدا وما شاء الله، هش وخفيف وطعمه وريحة، يعني ما شاء الله. يلا بينا صلوا على النبي ونبدأ ندخل الفيديو ونشوف المكونات وعملناه ازاي. اول حاجة طبعا عندي الدقيق. ده دقيق قمح العادي بتاع البيت، ممكن تستخدمي ده دقيق بتاع المخبوزات او المعجنات. تمام. عندي هنا كوباية من السمنة وحاطة حوالي ربع الكوباية زيت، وعندي هنا كوباية مليانة من السكر، ومعلقة ونص من الخميرة الفورية، ويعني ربع المعلقة ملح، دي سنة علشان تظهر لك طعم الحاجة. وعندي اللبن القاطع زي ما قلت لكم، وعندي سمسم. بحب اضيف المكونات كلها على بعض وابدا اعجن. بضيف كوبايه السكر، وبضيف معلقتين الخميره الفوريه، وبضيف الربع معلقه الملح. تمام. وبعد كده هضيف الكيس البيكنج باودر بعد ما احط السمنه واحط السمسم. امشوا معايا بالخطوات، والطريقه اسهل مما يكون، والنتيجه ما شاء الله مبهره زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. بتحبي ليه تحط سمسم في المعجنات؟ السمسم مليان فوائد وغني بالكالسيوم، فبحب اضيفه لاولادي في المعجنات وفي الكيكات وكده. بيعلي القيمة الغذائية بتاعته وبيدي نكهة وطعم حلو جدا. لما بتيجي تاكليه بتحسي ان طعم السمسم فيه كده جميل جدا جدا جدا. اسفة على اهتزاز الكاميرا لاني كنت مثبتة التليفون، والتليفون كان هيقع مني في اللبن، الحمد لله ربنا ستر. حطيت اللبن القاطع بتاعي. بصوا اللبن قاطع وعامل كتل زي الزبادي كده، فانا هضيفه مش هرميه طبعا، بيطلع المعجنات اللبن القاطع يعني في منتهى الجمال. عندك لبن بقري، لبن جاموسي، انا ده خليط لبن جاموسي على لبن بقري وقطع معايا، فادى ما شاء الله نتيجة في المعجنات جميلة جدا جدا جدا. يعني جربوه على ضمانتي، انا باكد لكم لاني انا مجرباه وبخبز بيه كده على طول. اول ما شوية لبن يقطعوا مني على طول بتيجي في دماغي ان انا اعمل شريك. طبعا ولادي كانوا فرحانين جدا جدا وكانوا ملمومين حواليا انا وبعمل الشريك. ما تحرميش ولادك من لمتهم حواليكي، انت بتعملي اي حاجة حلوة ليهم بتفضل ذكرى في دماغهم، وحتى بعد كبرك وبعد ما هم يبقوا رجالة وستات ومسؤولين عن بيوت هيفتكروا اللي انت كنت بتعمله لهم. كل حاجة اعملها لهم بحب، وكل حاجة اعملها لهم بفرحة، وهتدخلي الفرحة على اهل بيتك بأبسط الاشياء. بالمتاح عندك ممكن تدخلي الفرحة على أهل بيتك بحاجات بسيطة. عايزة أقول لكم فرحوا بالشريك ده جدا جدا جدا. تمام. بصوا أنا بقلب المكونات، يعني مش هقول لك بقلبها كويس جدا لأني ما هحط الدقيق وعجن كويس فكل المكونات هتختلط. حطيت شوية مية دافيين بساط جدا على باقي اللبن القاطع، وخلصت الحلة من اللبن اللي كان فيها. وبعد كده هو هضيف الدقيق. الدقيق ده حوالي كيلو ونص من الدقيق، او قولي 2 كيلو الا حاجة بسيطة كده من الدقيق. ضفته على المكونات بتاعتي وافضل اعجن. طبعا انا يعني عارفة معيار ايدي بحط قد ايه من الدقيق. طبعا هبدأ اعجن لحد ما العجينة، بصوا الدقيق يختفي خالص والعجينة تمط معايا وتعمل عرق حلو، وما شاء الله تنضف لي كل الحله اللي انا عاجنه فيها، وايدي بتنضف خالص من العجين. بصوا في المرحله دي هو لسه محتاج عجن كمان، ما تيجيش في المرحله دي وتقولي لا لسه هعجن. بصوا السمسم ما شاء الله اختلط في العجين. جربوه بيدي طعم ونكهه حلوه جدا جدا للمعجنات ايا كان، قرص شريك معجنات ايا كان. يعني بحب اضيف عليها السمسم، حتى انا عملت البسكوت بتاع العيد حطيت له سمسم. فيعني انا من سنين اللي كان متابعني قبل كده في قناتي القديمة كان عارف ان انا بحط سمسم في البسكوت بتاعي. تمام. هنا حسيت ان العجينة تخينة شوية، ضفت لها حبة مية بس. بصوا ببل ايدي واعجن، مش بحط مية بدلق مرة واحدة والعجينة تطرى مني واحط دقيق تاني وبعد كده العجينة تطرى واحط مية وهكذا، مش هنخلص.
لا، ببل ايدي كده واعجن لحد ما اوصل للسمك او لملمس العجينة اللي انا عايزاه. بحب اعجن جدا بايدي، يعني انا متعة عندي الخبز والخبيز والحاجات دي، وما شاء الله اللهم بارك بتطلع من تحت ايدي كده، لان الحاجة عاملاها بحب بتطلع ما شاء الله الحاجة حلوة جدا، والكل بيشكر فيها ولله الحمد. بصوا بعد ما عجنتها كنت مخلية حبة سمنة بسيطة جدا، دهنت وش العجينة من فوق ومن تحت، وهبدأ أغطيها بغطا الحلة. أنا يعني بحب أما أعمل من المعجنات اللي بتتخمر بحب أعملها في حلة وأغطيها بغطاها كده، بتاخد خمران حلو. بصوا بتخمر كلها مرة واحدة، ما بتخمرش في النص كده، بتبقى في الجناب طفصة أو مش خمرانة، لأ بتبقى حلوة ما شاء الله. مليت لي الحلة أهو في مسافة نص ساعة على بال ما غسلت السجان اللي بعمل فيها. العجينة بتاعتي كانت ما شاء الله خمرت وبقيت زي الفل وفاتحة وجميلة. ده يرجع للبن القطع اللي عملنا بيه، ما شاء الله جميل جدا جدا. لو حابة تعملي كمان الشريك ده ويطلع برضو نتيجته حلوة وما عندكيش لبن خالص، ممكن بكيس لبن بودر اللي هو اللبن النيدو هتقدري تعمليه برضو، هيطلع نتيجته حلوة ما شاء الله. عايزة اقول لكم ان انا في العجينة برضو حطيت نقطتين فانيليا، دي اختياري، حابة تحطيها حطيها، مش حابة خلاص، بس هي بتديلك نكهة حلوة كده للشريك بتاعك. بصوا بقطع حتة عجينة وافضل ابرم فيها كده بايديا وبضفرهم على بعض، بعملهم شكل وردة، بعمل شكل اللي هو زي الحلزونة كده، الشكل المعتاد بتاع الشريك، بعمل شكل كده زي الضفيرة، بعمل شكل مطول طول، بعمل اشكال كتيرة. بصوا الشكل ده عامل زي الضفيرة كده، بس ايه ضفيرة صغنونة. تقدري تشكلي في الشريك زي ما انتي عايزة، تمام. النتيجة بتطلع حلوة، بيطلع منفوخ. بصوا هو بياخد 3 مراحل تخمير، مرة بعد ما تعجنيه، ومرة بعد ما تقطعيه، مرة تاني مرة لما تعجنيه، ومرة لما تقطعيه كده وتسيبيه يخمر، وبعد كده تحطيه في الفرن يكون ما شاء الله خمر، تدهني وشه لبن بسكر، وبعد كده كمادة لمعة يعني بدل البيض، فانا ما حطيتش بيض خالص فيه نهائيا، دهنت وشه بلبن مدوبه فيه معلقتين سكر بعد ما خمر، وحطيت من فوق سمسم سكر، حبه بركه اللي يعني يحب نكهه حبه البركه، في ناس بتحب تحط ينسون. بصي الحاجه النكهه او المكسبات الطعم اللي بتحطيها في الاخر دي حسب اختيارك، ممكن تدهنيه باللبن والسكر كده وخلاص، بيدي وش لامع كده من غير ما تضيفي سكر ليه ولا اي حاجه خالص. بس انا ولادي بيحبوا طعمه جدا بالسكر، فانا بحط السكر والسمسم مع بعض، سكر وسكر وحده سمسم لوحده كده زي ما تختاروا. كانت بنتي حاطه شويه اهو سمسم وسكر في البطرمان، فكانت بترش من ورايا كده في وش الشريك. كانت ستي الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها يا رب، كانت بتقول بركة العيش أو بركة أي مخبوزات في خمرانها، فلما تدي للعجين بتاعك الخمران والوقت بتاعه بيطلع معاكي نتيجته ما شاء الله روعة روعة روعة. بصوا ما شاء الله الشريك طالع بصوا من الفرن تحفة تحفة تحفة. هوريلكم كمان شكله هو وجوه الفرن بيبقى عامل ازاي. شايفين ما شاء الله اول ما بيدخل الفرن بيتضاعف حجمه وبينفش كده ويزيد، بيبقى ما شاء الله احنا بنقول عليه كده مبارك، يعني ما شاء الله الحاجة زادت الضعف ما شاء الله. 1.5 أو 2 كيلو من دي، بصوا من كتر ما هش وخفيف، بصوا مش مستحمل خالص، هش خالص 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 وخفيف زي كده الريش ما شاء الله. بصوا الكمية كلها اللي طلعت من 2 كيلو دي او 1.5 كيلو من الدقيق ملال الحلة وزيادة، غير طبعا اللي وزعته. دواء حبايبك من الحاجة الحلوة اللي انت تعمليها، ربنا بيطرح حلاوة في الحاجة اللي بتعمليها وبيطرح فيها بركة. طبعا انا ما قلت لكمش في اول الفيديو اشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش، ويا ريت تحطوا لنا اللايك، دايما كل مرة بنسى، بس انا عارفة حبايبي واخواتي اللي على راسي من فوق ما بينسوش يدعموني ويحطوا لي اللايك، علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونحقق الشروط كده، وربنا يكرم الجميع اللهم امين. خلصنا كمية الشرك بتاعتنا، عملنا احلى فطار او احلى عشاء في اليوم ده كلنا. عملنا كوبايه شاي بلبن مع قطعه او قطعتين من الشريك، طبعا معجون بلبن وسكر ومكونات حلوه وسمسم، مكونات حلوه جدا وسمنه، ويا سلام لو كانت حبه سمنه بلدي، فالمتاح عندك اعملي بيه هتاخدي احلى نتيجه
احلى طعم بحاجات بسيطة، من مكونات بسيطة في كل بيت. كل بيت موجود فيه المكونات البسيطة بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو بتاعك عجبكم وطريقتي عجبتكم.